كنقدم لكم بسبوسه كملت قرايتها ولات بالبيستاش. المذاق ديالها صراحه كيجي مبدل على البسبوسه العاديه، وكتجي واحد الحاجه اللي زوينه تقدروا ديروها لوليداتكم ولا الا كانوا عندكم الضياف، وتقدروا ايضا تديوها معكم الا كنتوا غاديين لشي حد. مقاديرها جدا بسيطه وما كتحتاجش تعقيدات بزاف. غادي نحتاجوا جوج ديال حبات البيض، كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت وكاس ديال الحليب. كنخلط جميع المكونات غير بالبرا ميكسور حتى كيتخلطوا ليا. وايضا ياغورت، انا استخدمت ياغورت بالفاني، ممكن تخدموا ياغورت بالبيستاش الا ما كنتوش غتخدموا هاد عجينه البيستاش اللي سبق وشاركت معكم في الفيديو السابق. المذاق ديالها كيعطي واحد اللمسه خاصه للوصفه. غادي نضيفوا جوج ديال الكؤوس ديال السميده رقيقه، جوج ديال الاكياس ديال الخميره الحلويات، وواحد جوج معالق حتى لثلاثه ديال جوز الهند يعني ديال الكوك. هنايا من بعد ما طيبتها في الفران 180 درجه لمده ديال 30 دقيقه. غادي ندوزو باش نوجدوا الكريمه. غادي نحتاجو جوج كيسان ديال الحليب، جوج معالق ديال السكر وجوج معالق ديال النشا، وغادي نضيف جوج معالق كبارين ديال هذيك العجينه البيستاش اللي شاركت معكم. وغادي نحطوها فوق من البسبوسه ديالنا، والتزيين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم على حسب الاختيار. غادي نخلي لكم البدائل الا ما بغيتوش تخدموا هذيك الكريمه ديال البيستاش اللي سبق وشاركت معكم. غنخلي لكم البدائل في اسفل الفيديو، ايضا مع المقادير مكتوبه. نتمنى انكم تجربوها وانها تعجبكم. ما تنساوش تسجلوا الوصفه عندكم.